السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. جانوري ان شاء الله ناقص عليه اسبوعين، المحاوله بتاعت جانوري. فعايزين نتكلم بقى نعمل ايه في الانجليش. بص يا باشا، الاسبوعين دول طبعا انا مش محتاج اقول لك هما كريتيكال ومهمين قد ايه، فاسمع معايا كويس قوي هتعمل ايه في الرايتنج، بعدين نتكلم عن الريدنج. بالنسبه للرايتنج حدد كويس. عندنا 3 مجموعات من الناس، لازم تحدد قوي انت في انهي واحده منهم. في الناس اللي هي اصلا مش مذاكره بيزكس خالص يعتبر، ودي همها دلوقتي انها تشوف ايه الدروس اللي بتتكرر اكتر حاجه في الامتحان وتتمرن عليهم. ودول احنا هنعمل فيديو مختلف عليه، انه ايه اكتر ليسنز بتيجي وبعدها ايه وبعدها ايه كده، يعني ترتيب البوبولاريتي او هما كومن قد ايه في الامتحان. ده الجروب الاولاني. طيب في جروب ناس مش زي دول، هو والله في بقى الناحيه النقيض خالص، اللي هو خلص يعني المنهج كله الحمد لله وبقاله فتره بيحل اصلا. فده المفروض يعمل ايه قبل المحاوله؟ ده يخليه يحل زي ما هو، لكن انا بس هطلب منه اولا يكثف عدد الامتحانات اللي بيحلها في الاسبوعين الباقيين دول، وتاني حاجه يتاكد كويس قوي 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 ان هو عارف انهي ليسنز اللي بيغلط فيها. حد مخلص البيزكس والحمد لله بيحل كتير، فالمفروض انه في ليسنز خلاص ما بيغلطش فيها خالص، في ليسنز تانية هو بيغلط فيها شوية. فمهمته الفترة دي انه يعرف انهي ليسنز اللي بيغلط فيها اكتر حاجة وينشن على الليسنز دي بالذات. طيب في حد في النص، والله يا مستر انا يعني مخلص نص البيزكس ولقيت نفسي عشان خلصت جزء كبير منها فبحل. ده هيعمل ميكستشر من الاتنين مع بعض. يعني اول حاجه هيبدا ان هو الكام لسن الباقيين عنه يشوف فيديوز، وكالمعتاد قبل المحاوله هننزل ريفيجن فيديوز، يا ريت يشوف فيها ايه الليسنز اللي عنده مشاكل فيها ويسمعها من ريفيجن. وفي نفس الوقت والله لو بيحل ياخد باله ايه الليسنز اللي بيغلط فيها اكتر حاجه، وينشن عليها انه يراجع الافكار بتاعتها تاني. تمام. فده بالنسبه للرايتنج، وهنعمل فيديو تاني هننزله بكره ان شاء الله بقى عن الريدنج بالتفصيل.